السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم هنا وسعيدة، مساءكم كل حاجة حلوة. النهاردة هنعمل أكلة شعبية الصغير والكبير بيحبها. هنعمل الكشري المصري، وأحسن حاجة اللي هو هيتعمل في البيت. تعالوا نقول هنعمله ازاي والتكات اللي انا هعملها. يلا بينا. جبت بصلتين كبار، قطعتهم شرايح رفيعة جدا. بصوا رفيعة ازاي علشان تتحمر وتدينا قرمشة. هننزل بيها، هننزل على البصل برشة ملح خفيفة كده، وهننزل برشة حلوة دقيق. طبعا احنا عايزينه كريسبي وفي نفس الوقت ما يشربش زيت، فهي دي اول تكة لازم نعملها، دي ضرورية طبعا. وهنفرك كده البصل مع الدقيق مع مع الملح، وهنسيبه دقيقة كده علشان ايه يمسك في الدقيق. هي رشة بس مش كتير. وهننزل بالحلة بتاعتنا اللي احنا هنعمل بها الكشري، هننزل بها بزيت سخن. طبعا هو الزيت مش باين من الحلة عشان هي لونها اسود. هننزل عليها بالبصل، هو عامة بصلتين الحلة كويسة، فهننزل بالبصلتين والبصل والزيت كمان حلو يعني الكتير. هنقلب فيها البصلة وايدينا فيها يمين وشمال، ونقلب لان البصلة انا مش عايزاها تتحرق، عايزة الجوانب كلها تتحمر. وهي الوقت البصلاية دخلت في التحمير في السوي خلاص، مفيش 3 دقايق بالظبط وهنشيلها. هتصفر ايدينا فيها على طول عشان ما تتحرقش. انا عايزاها كلها يبقى لون واحد مع التقليب المستمر. طبعا احنا عايزين ندي كل حاجة حقها علشان لما نعمله في البيت ما يقولوش ده مش زي اللي بره. بصوا البطاطس اتحمرت اهيت ولونها بقى دهبي حلو. نشيلها بقى كده، كافي قوي اللون بتاعها. وفي نفس الوقت مقرمشه. هنزل بعد ما شلت البصل في حبة زيت طبعا انا سايباهم، نزلت عليهم بعد ما غسلت العدس بجبة اللي هو العدس البني. هشوحه مع الزيت تشويحة حلوة كده علشان ما يعجنش مننا، ولما نحط عليه المية كمان يبقى كده اخد ايه التشويحة بتاعته. انا كده خلاص شوحته. هننزل عليه بالمية. بعد ما ننزل عليه بالمية هنسيبه يغلي ونوطي عليه شوية لحد ما يتم نص السوا بتاعه. مش هنسويه كتير عشان لسه هنحط عليه الرز وهنحط عليه كمان الشعرية. تمام. ده البصل بتاعي لونه حلو ومقرمش. هو في بصلتين كده يعني طلعوا اسودوا شويه مني بس لحقتهم، بس انا طبعا مش هحطهم، انا هخليهم في جنب. دي مكرونه انا جايبه المكرونه دي جايباها سايبه من من المحل. الراجل سالته ايه المكرونه ديت، قال لي دي بتاعه الكشري. فانا اول مره اجيبها فهجربها واقول لكم ايه رايي. بس هي يعني بتقول اللي هي بتاعه كشري فعلا، يعني هتبقى حلوه، هتبقى طعمها حلو. تمام كده. دلوقتي حطيت الميه وسبتها لما تغلي. نزلت بالمكرونه الاسباجيتي والمكرونه اللي انا جايباها بتاعه الكشري. حطيت ملح وهنزل عليها بمعلقه زيت واسيبها تستوي. وبعد كده هنعمل الصلصه بتاعتنا اللي هي صلصه الكشري. صلصه الكشري عايزين هتبقى محتاجينها عباره عن معلقه سكر، معلقه. بصوا العدس اهو بدأ يغلي حلو قوي. هنوطي عليه شويه على ما نعمل الصلصه تكون هو اخد نص السوي بتاعه. هنجيب حله، هننزل بمعلقتين كده حلوين من الزيت. انا كان عندي توم في الفريزر طلعته، حطيت هي طبعا معلقه
معلقة حلوة كده هننزل عليها في الزيت ونقلب بقى كتير، نحمرها كتير. هي مش عايزاها تحمر، هي بس هتاخد لون بس عشان ما تمررش مننا. قلب قلب قلب. بعدين هننزل بمعلقة فلفل اسود، وهنقلب برضو تقليبة حلوة كده. بصوا بدأت خدت لون حلو اهوت كده، كفاية. نزلنا بمعلقة الفلفل. بعدين هتتحرق مني، اعمل ايه؟ اجري جري. عملت الطماطم، هنزل بعصير الطماطم. الطماطم عصير الطماطم، هي الطماطم دلوقتي حلوة ولونها احمر، ف بس انا لازم طبعا احط عليها معلقة صلصة عشان يعني تخلي اللون احمر اكتر، زي بتاعة المحلات. تمام كده. هو انا مش هحط عليها حاجة غير معلقة سكر. معلقة السكر ديت بتشيل الحموضة بتاعة الطماطم، وفي نفس الوقت انا مش هكتر فيها الملح، انا عايزة طعم السكر يبان فيها. دي تاني تكة ليا، لان انا هعمل دقة دلوقتي هتبقى فيها توم وخل وملح وكمون، فانا مش هكتر. وعامله كمان شطه، شطه زيت، فاللي انا كده مش هكمل، مش هكتر الملح. احط الملح بسيط جدا بس مش الوقت. احط معلقه صلصه وهنقلبها، وهننزل بمعلقه السكر، وهنسيبها بقى مع نفسها شويه، لحد ما تبدأ تدخل في التسبيك. هننزل بقى بمعلقة السكر، وبعدين نسيبها. دي اي معلقة السكر في اي طماطم للتسبيكة حلوة جدا، في المحشي، في المكرونة، في الطبيخ، حلوة جدا جدا جدا. دلوقتي العدس خلاص استوى، آه، نص السوي بتاعه. هننزل عليه بالرز. طبعا الرز انا يعني بحب العدس يكون اكتر من الرز. هو انا عامله ربع كيلو عدس، فانا هحط مثلا كوبايه ونص لكوبايتين مش كبار رز. وبعدين هنقلبها طبعا تقليبه حلوه كده، لان كل ما بنقلب محتوى الرز مع العدس حلو قوي. اولا ما بيعجنش، ثانيا الاتنين بيشربوا ميه بعض. بعدين هننزل ايه بالشعريه. الشعريه طبعا لازم تكون متحمره. هنقلب التلاتة بقى تقليبه حلوه كده. بعدين هنحط التوابل بتاعتنا. انا عن نفسي حطيت ملح وفلفل اسود وكمون بس. يعني في ناس بيحطوا كزبرة وبيحطوا توابل وبيحطوا مرقة فورية او مرقة دجاج. لا لا لا، انا مش حابة كده، انا عايزة كل حاجة تبقى على طبيعتها. انا حطيت حتى الكمون مش كتير، لان هو اصلا مش بيتحط له كمون. الكمون ده اختياري، لكن انا بحطه علشان برضو يديله طعم كويس. تمام كده. هنقلب تقليبتين برضو. بعدين هننزل بالمية وهنسيبه بقى لحد ما يغلي. وبعد كده ايه، اتشرب المية هنوطي عليه، وهيبقى كده خلاص الكشري اتعمل. خلاص كده ندخل بقى على ايه، على الدقة. الدقة سهلة وحلوة قوي. بس قبل ما ادخل على الدقة، انا عايزة اوريكم الصلصة خلاص اتسبكت اهيت. يعني فيها حاجة بسيطة، انا مش عايزاها تكون تقيلة زي المكرونة. كده القوام بتاعها حلو قوي. هنحط بقى الملح، وهنحط معلقة خل. لازم الخل في الصلصة، لان الكشري محتواته كلها خل، توم. هو هم دولت اللي بيدوا طعم الكشري.
بعد كده خلاص هننزل بقى بمعلقة خل كده حلوة، مش كتيرة لان هنعمل الدقة. ندخل بقى على الدقة، هنجيب بولة، هننزل بمعلقة توم كبيرة دي مفرومة ناعم. وبعد كده هننزل اول حاجة الشطة، حطوا بقى زي ما انتوا عايزين، معلقة 2 3 براحتكم. انا حطيت يعني رشة، يعني ممكن نقول معلقة صغيرة خالص عشان عندي طفل صغير من عشاق الكشري زي مامته طبعا اللي هو انا. هنزل بالكمون والخل، وهننزل الملح في الاخر، وهي دي الدقة، وهنزودها مية. وكده شكرا، خلصنا الوصفة. يا رب تعجبكم، حاجة نضيفة في البيت بنعملها واحنا عارفين نظافتنا فيها. وده الطبق الكشري بألف هنا وشفا. اتفضلوا معانا. احب تكون الوصفة تعجبكم وتكون سهلة عليكم. اشوفكم على الف خير.